قبل ما نروح ليسرى، مدرب النصر الأورجواياني جوردا سيلفا فتح قلبه لصدى الملعب، تحدث عن أمور كثيرة، اعتذر عن سلوكه اللي كلفه توقيفه ل8 مباريات، تحدث كذلك عن أسباب إبقاء النجم سعد الحارثي على دكة الاحتياط وأمور أخرى. الحديث طبعا أجراه زميلنا ومراسلنا في السعودية ماجد ويجري ومنتجته راديا صلاح. في مباراة الهلال تحديدا عندما أشار إشارة إلى حكم المباراة الروماني، هل هو نادم على هذا ما قصدته؟ يعني هل هو نادم على ما قام به من تصرف في مباراة الهلال تحديدا؟ طبعا أنا نادم على الحركة التي قمت بها والتي تسببت في توقيف 8 مباريات. النادي أشرك في هذه المشكلة، أنا كنت أجهل واقع ما قمت به، لأن مثل هذا الأمر في أماكن أخرى ربما كان لم يؤخذ بنفس الطريقة، لكنني تعلمت من خطأي ولن أعيد الكرة، وهذا هو الأهم. ماذا يعني لك أنه النصر مر بسنوات طويلة لم يحقق فوز في المرمى الهلالي، وأنت كمدرب بعد سنوات طويلة أول من يحقق هذا الشيء، ماذا يعني لك؟ كانت الفرحة كبيرة، وفوزنا على الهلال كان له انعكاسات على الجمهور والفريق خاصة، وأعطانا ثقة كبيرة بالنفس، وحتى فوزنا على الاتحاد في جدة أعطى اللاعبين دفعة كبيرة وثقة أكبر. إن العمل المبذول هو العمل الصحيح. كثيرا ما يثار عبر الإعلام بأنه سلمان القريني يتدخل في مستوى عملك. سلمان القرني يتدخل في جزء معين من العمل بالمعسكرات، خاصة بالأشياء اللوجستية بترتيبات السفر، لكنه لم يتدخل أبدا في العمل الفني للفريق. سلمان إنسان محترف ويعرف حدوده، وأفضل ما يحدث للنصر هو وجود شخص مثل سلمان لعلمه بشؤون الكرة السعودية وواقع الاحتراف فيها. كانت البعض يعتبر جرأة كبيرة أن تبقي نجم يراه الجمهور النصراوي رقم 1، يعني على الأقل قبل قدوم السهلاوي وحسن عبد الغني وغيرهم اللي هو سعد الحارثي على دكة البدلاء أو خارج القائمة، إلى يعني شجاعة كبيرة منك. قرار اتخذ عن قناعة تامة لمصلحة الفريق. عندما رأيت أن سعد غير مستعد لخوض المباريات بسبب نقص اللياقة البدنية وضعته في دكة الاحتياط، وهذه كانت طريقتي مع كل الأندية التي دربتها في السابق، لا يلعب إلا من هو جاهز لذلك. وتكلمت مع سعد وكان متفهما تماما، أعطيته بعض النصائح وهو يعمل بها بجد، وأكرر لا يهم اسم اللاعب بل جاهزيته للعب. إلى أي مدى أنت مصدوم في إصابة حسين عبد الغني؟ طبعا أنا متأثر لغياب الكابتن حسين عبد الغني، وواقع الإصابة سيؤثر عليه كلاعب وكإنسان، وسيبعده عن الفريق، وهي خسارة كبيرة لنا كناد لما يملكه من شخصية مؤثرة على زملائه. طيب الجمهور لن يقبل منك أن تفرط في كأس الخليج. نحن أول من يطمح للفوز بهذا اللقب، لأن هذا اللقب كان من أول الأهداف التي حددناها بداية الموسم. نحن نجتهد كثيرا مع الفريق لتحقيق الهدف. النصر يحتاج لهذا اللقب والإصابات تزعجنا كثيرا، لكننا سنعمل جاهدين لذلك لعلمنا بأهمية الموضوع بالنسبة للأندية الأخرى. كيف استقبلت خبر إيقاف حسام غالي اللي حيغيب إجباريا عن مباراة الفتح؟ أنا قلق من هذا الموضوع، ليس لدي معلومات كثيرة عن القضية، لكن غياب حسام غالي سيؤثر حتما على الفريق، لكننا سنعمل جاهدين لسد كل الثغرات والظهور بشكل قوي. صراحة وضوح وشفافية واعتذار جريء جدا، لكن طريقه للخليجية تمر عبر نادي الوصل، فريق الحبيب اللي هو عضو مجلس إدارته، وأيضا قطر اللي قد يكون في النهائي، ما بنعرف قطر وين المحرك. أنت إيش رأيك على السريع؟ طبعا الفريقين مؤهلين، يعني الوصل فريق كبير والنصر فريق كبير أعتقد. نعم. وأي فريق يوصل النهائي طبعا أكيد راح يكون يستحق المكان اللي وصل لها. طبعا راح يحكي، لو ضليت للصبح أسأله ما راح يحكي، فريقه عم بيلعب هو نصراوي ووصلاوي كلهم أصفر، ما في مشكلة.